الله ذين تما يوذان 80 لانه 4 غاصن اخبار و4 اخبار 80 ديوذان، يعني انه الاحتجاج يطيح يتوسع، واكيد انه مازال يتوسع. مروات تستجب المكتب الوطني للمطالب الساكنه التوسع وغاسيريش نبعد النغريت. بالنسبه وفي نفس الوقت يوازي العمل الاحتجاجي يوازي جمع توقيعات المواطنين المتضررين لحد الساعه قيود 700 توقيع، والرقم مرشح للتزايد باستمرار. لوائح مادام نهار نيت المسؤول الجهوي الناش ويتسكن بالشكايات، الشيء ماشي نسك فقط يجن الشكايه، نسك مئات مراكز الشكايات للمئات الشكايات بالنسبه للمكتب الوطني باش يسمى بان اقل مواطن متضرر. والله يحسن عاون ولاد المساكين حد يتود النهار نص حد واديتي واحد تو غاديجا صغيون فاكتورهم ومنثي غيرها اني ناس عاد وين 27 ديمية وتلقى حتى الرقم 27 ديمية اللي استهلاك ومن باش تكن دي بخرار واني تو وايد جيشا وايد جوركيش المدينه غنظر دايتايو داس كينيج التعريفه كسميتو موحده تخلص 5000 فرانك عاد يكمل يعني القرض يدقين المكتب الوطني. ونتمنى انه المكتب الوطني هذا يحس مليح انه يقبوا نهار المؤسسات تجاهلت المطالب المواطنين. قال المطالب ماشي يجني قال الساكنه مع الاسف نهار نيت الحوار مع الاسف نهار نيت نتمنى ديري حوار هاك الساكنه ماشي ديري لقاء تواصلي، لان اللقاء التواصلي يسد متاخر كان المفروض كان قبيل غاوزع الفاكتورات. هذا قال لقاء التواصل المواطنين وديها المكتب الوطني ما يخسر يك خاصه الفاكتورات باش السن ماشي راه ما يفجر الوضع وذاتي وذا سناري بس يغا كان قال لقاء التواصل المفروض تغادا سنه تحاور مين غامضيني مات المشكل باش تقنع الممثلين الجنان ابن باثقن المواطنين بطبيعه الحال بحضور المجلس البلدي ما راه يخص ولو انه تغاد حتى المجلس البلدي تخص يساهم قبل غيفجر الوضع. السي وليد يعني بغيتني الوقت الحرج المشكل ذا ونتمنى انه هذا يحل في اسرع وقت ممكن. انتقل غاج الباب النغني اسمح لي المسامع دعني غاج نحاش بالنسبه للوضع الحار يخص تسلقى اول وضع الحار يتخلق دي بالانسان هو يتخلق دي 78 1978 للمرحوم العهد من الرئيس المرحوم الرخا توعقروا لا توعاد تسمى في اطار الجمعيات في اطار كمبتدئين اميكين المشروع النيدي بالانصار روحنا للسهوان غار بحار ومن بعد كيني قوداس ربما كيني حضان خاصو في مشي قوداس جيتينا مو يكون غار بحار بلايا ارمي روحن انتبه وفين البحر يقعد خبرين ساعه ونتا ديج الخطا تهور المفروض انه المشروع هذا سكن دراسه قبل يغاقنيني والسيد خبشن سكت غربها وهي ربحها يقعد قبرنا عاصمه مثلا غدوره يثبت خصنا 8 نصبازي 78 79 80 الى اخره القيمه من ولاد سرافين ذوينات ابي 92 زي 92 عاود ثاني المشروع اني وقع ليس ان ما يميل لانه المقاول اللي عاود تما غاس السلطه غاس المركز اللي هي مودي ديال الرباط يستطيع هذه يمرر المشروع عني واخا ويتنجز كما ينبغي وسيد الجمعيات عاود ساهم من ذاك بين يعني المشكله الوضع الحال لحد الان زيد 78 نهارا تقريبا كتازي 30 عام عاد المدينه وغزبو واد الحار قار بمواصفات مثل المدن المتحضره بالرغم الالتفات لصاحب الجلاله ملايير ادماس الذي في الانسان ولكن مازال عاد الانسان ويسيبو ابريد الناس ما مش الساكنه ما مش المواطن ذي بالانسان
لانه من حقهم غنثيري ولا نشينيش المدينه مواصفات جميله لتطوير السياحه، تطوير التجاره، ديال كلشي. السي وليد نتمنى يعني الاستاذ وليد نتمنى انه ان يحل المشكله في اقرب الاجل ان شاء الله. انتقل غايج الباب النغري السي وليد يعني لتسيير الشان المحلي. ما يؤاخذ عنكم السي وليد هو رغم انكم ذو ثقافه عاليه الا انهم تشير يعني شتى مسؤول في حزب التقدم والاشتراكيه تشير التزكيه ديال الانتخابات البلديه الى شخص يقال بانه ويفهم بودي السياسه وامي. ما يمي ويتقدم السي وليد كاستاذ وكتجربه وكخبره وكحنكه في الميدان السياسي تقدم، لانه حسب ما يشاع للشارع بانه ذي يعني تقدم بورتيا واللي غاس الثمانيات، يعني وهذا مو على حسب الكفاءه وانما على حسب شحال الثمانيات ديال شكرا السؤال هيا لانه مناسبه باش نوضح مجموعه من الامور. عبدو ربي تقدم على الانتخابات 78 تقدم الانتخابات الجماعيه، تشتغل في اطار الجمعوي في اطار السياسي بحسن نيه وبصدق ومن اجل المصلحه العامه. كنوسم الانتخابات ما مش تمات مع الاسف انه الانتخابات خمس زوار توغادين الداخليه سقعد نويخسن تزوير الوناس المحاضر تزوير الانتخابات الى اخره زي 78 تعدو 92 الى 2007 توغادين الهيمنه النزول الداخليه لتزوير الانتخابات سقعد نويخسن، ومن بعد تحول السلطه في سلحيه ديال الناس قدمت مع الاسف تجار الانتخابات. اذا خمسه توالين السلطه زوار نهار ديال التمييز ديال الانتخابات مرا غاكبو التمييز ديال الانتخابات يعني وغاكبو الحظوظ باش توضع المجالس ودوا تما الخطوره يتشكل الاختيار. ولكن السي وليد يعني تقصد حتى يعني مثلا حزب العداله والتنميه يقدمش للشخص وغاسبو الثمانيات وغاسبو يجي المكانه الاجتماعيه تم قرانت السينما لا يساوي يعني يجي الشخص عادي ومع ذلك يناقش نتيجه تم قرانت لانه حتى الوعي رخو ويقيم بانه فلان غاس الثمانيات وانما بنادم ما يخدم. جواب السؤال نش من يوقع عند الانتخابات الاخيره. اولا نش تعتبر فينو بجانب مجموعه من المناضلين الحزب تعتبر في خدمه المجتمع نتساهم زميلو نزمار سواء يوضع المجلس نيوانيوير تعتبر في خدمه المجتمع بدا قنري. من يوقع عندي الانتخابات بالضبط نهار مرة تقارن مثلا بين قوسين تقارن الرئيس السابق الونيتا انت في انه الرئيس السابق على الاقل تغاث محاور متجاوب رغم امياته ولكن استطاع هذه يكسب تمام يوذان السوار تغاث مجلس مفتوح الى اخره لا يحسب للرئيس السابق. ما يمكن سنوشال الوكيل اللائحه من الشعب دور به تغاث تحاول لائحه مستقله يعني اللائحه الحزب ولكن تغاديني اعداء من الخارج تحاربنا هي مش بالضروره اي واحد قدام الغاس باش غادي ترشح حتى حنتصل كيس الاغراءات الى اخره تحاول جميع المحاولات باش تفشل اللائحه وتسلم انه اول تجربه لوضع اللائحه يتوقع عليه المنافسه يتوقع عليه الاستراحه. هذا اكد انه هذا نوريج قال اللائحه بدون التمنيه مخير يقول اللائحه زي مثلا زي 5 25 اني مره خصمتن باش اكيس نيرين ديال اللائحه والا يسليخ في نزويت كعيشه نشي وغنقول الامكانيات تكان المسائل تكان الامكانيات باش التويدي وذان نخلص تقول اللائحه تو غادي اثنين المسائل اما وانت في شهر الانتخابات لانه يوذن تحاربنا نقبري غنرفع الحمله الانتخابيه اما غنرفع نصوت صوتنا والتحدي اللي نتوغا هو اخسنا وغا الحمله نبلغ البرنامج نبلغ الصوت المواطنين ومن بعد هنا غاسنيرين هنا الراي نسن واش هو تعتبر هو الخطا المهم هو المساهمه
وربما إذا اعتبرت خطأ تعتقد أنه الحزب مازال متشبث بمبادئ الناس، إذا السنة يعمص زي 78 نقي عمص شي حد عمص طفل شفلطة، ولكن قاضي الساحة مناضلين. وبالنسبة للعدالة والتنمية أنهم مش مساري مناضلين بسطاء شي تجربة يعني نقيت قبل نسن نقيت نسقع 7 المستشارين نبتوغ النائب الأول مع الأسف يخذلانا نترديت زي الحزب ما يوقع رخون بالنسبة للعدالة التنمية تكرر تجربة بي اس، ومن بعد ما نغيتني 7 أعضاء مع الأسف نتيجة الإنزال المال ونقيم ذي المعارضة ونستمر، ومن بعد يصدر مشاكل داخلية للحزب يوقع الانشقاق بالفعل، يوقع المشاكل يوقع شوية التراجع العمل السياسي، ولكن كمناضلين كحزب مستمر يدافع خوينات، ونتمنى أنه المراحل السابقة الحزب الإرادة التونسي. وليد باش تورد مجلس البلدي بني نصار باش تورد ما يقد بني نصار توري يعني تفارخانه ما يقدي بني نصار الفارخانه باش تورد ما نيوصل المستوى ان المجلس البلدي قيقوا مليح باش توري يمكن بالنسبة للتجربة الحالية ضم جماعتين، جماعة فرخانة بني نصار ونتاتو تسمى حسابات غير محسوبة الآثار ديال المستقبل، وبالفعل خطأ دي التقسيم الإداري. الجماعة فرخانة الخم مهمشة بني نصار مهمش، أعضاء غير منسجمين تقتل نبقين جراسل كوريجني ساور خجيت الناس لانصراع المصالح الفرز ديال المجلس متشردين، ربما شيني المواطنين فقدت الثقه في المجلس. حتى النقطه السي وليد اللي يوقع اول الطاس، وهي انه رغم ان دغوش نتيتو مسؤول في البلديه تغادر المشاورات على اساس انه باش يخضان ما اداني المارتشيكا غابرين صار اني خفار خانه، ربما كانش الجهل من ندغوش التيجين انه يخضا فارخانه بولتي تورث اهله بالسكان مارتشيكا تورث الخرا وهذا ربحها، يعني تتواي السنبو باللي دينيج المشروع قالش مش مزاوتي تيجيش الخطا فاتح، ومع ذلك توشي مستسقيه. بالنسبه لضم جبل طلايون غنظر التغاث ملحق سبلينسار لاني 4 قناص بانه قاي الرئيس كني وسلم ادق المسائل تم الكوارث تم دار تقسيم تقطيع دوائر تم دار تم شدي ذي النظر تصدقاناش وقع. نتمنى انه المجلس غيقلنا غاس نتيري شخصيه سياسيه شخصيه نبني القوانين نبني قواعد ديمقراطيه باش فرضا الراي للمواطنين. اكيد انه حتى اي مره المجالس يعدون يتيري طريقه اختيار الرئيس والتيريبو ديمقراطيه والتيريبو عن كفاءه والتيريبو عن جداره واستحقاق. يتم اختيار الرئيس اما 8 اما 6 تحايل لحد الان مازال بني نصار ويكير رئيس عن قناعه خزنه المواطنين الا تجربه المرحوم من عبد السلام، ولكن المرحله الثانيه يلا تتم عامين ويبقى خاص الاجماع مرمون يودان الاحزاب الى اخره وشي اللي تجربه ممكن تنجح مع لك التوغا المرحوم من عبد السلام يصح الساعه وشويه غيره، ولكن في ظرف لي عامين يرز كل شيء. لذا انه القرار نفصل طلايون خبلين صار ماشي حدون ماشي نويلات الجهات عليا توغاس تصور عام فرق دايس يعيا شي طلب مثلا على اساس مش غير هذه التسريحه البرنامج بعد هلال هنا نقبل ليه يعني تغوش يتحمل المسؤوليه دي ثاني الامام الطلايون غا بالانسان غا فالنظر عفوا نتا بالنسبه نشوى غادي سهو دافع تجربه الرئيس السابق لانه وليد الوقت يوط اش تقدر نسمعون الجواب خاصن دغيا وكي الوقت يتسمع غانا يحيى يحيى كتجربه
لتسيير الغرفه الصناعه التقليديه يبان انه يفشل دايس، واكيد انه الغياب